واخيرا كهربا يشارك في مباراة الاهلي النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم مع بعض عن اخبار اللي حصلت في الكره المصريه والكره العالميه. بس قبل ما نبدا عاوز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه سنه جديده وسنه سعيده عليكم ان شاء الله. نخش كده باخبار الدوري المصري ونبدا على طول بالنادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده لعب امام منتخب غانا للمحليين. مباراه كانت وديه طبعا وانتهت بنتيجه 3-1 لمنتخب غانا للمحليين. والنهارده شاهدنا واخيرا كهربا يشارك مع النادي الاهلي في مباراه النهارده. كهربا بدأ النهارده ولعب الشوط الاولاني كله وجزء من الشوط الثاني وخرج، لان الشوط الثاني طبعا كان كل اللي كانوا بيلعبوا كانوا شباب الاهلي. والنهارده في المباراه سجل الهدف الوحيد للنادي الاهلي هو زياد طارق، وسجل دانيال اوفري اللاعب المرشح للانضمام للنادي الاهلي هدف من ركله جزاء، وكان الهدف الثاني لمنتخب غانا للمحليين. نتكلم شويه بقى في خصوص الصفقات. نبدا كده بمحمد كريستو او محمد الضو كريستو. خلاص اللاعب بشكل رسمي هيكون متواجد في مصر يوم الاثنين القادم للكشف الطبي طبعا، وهيتفرج على مباراه الاهلي وبيراميدز يوم الاثنين القادم من المدرجات. وكمان هيتم الاعلان على الصفقه خلال هذا الاسبوع، لا اما يوم الاربع او يوم الثلاث. دي كل اخبار محمد كريستو. خلاص محمد كريستو هيبقى موجود يوم الاثنين القادم في القاهره. نخش كده في موضوع زياد طارق وحسام حسن. خلاص زياد طارق وحسام حسن رسميا الى نادي سموحه في الانتقالات الشتويه على سبيل الاعاره. زياد طارق هيروح اعاره سنه ونص وحسام حسن هيروح 6 شهور. نتكلم بقى في موضوع محمد فخري. محمد فخري بنسبه كبيره هيكون خارج النادي الاهلي في الانتقالات الشتويه او في بدايه الموسم للاعاره، وده طبعا على بناء طلب مستر كولر. نتكلم بقى كده في صفقه خالد عبد الفتاح لعيب نادي سموحه. خالد عبد الفتاح في كلام اتقال الفتره اللي فاتت او الايام اللي فاتت ان خالد عبد الفتاح المرشح الاقوى لنادي الاهلي في الانتقالات الشتويه حل ازمه الباك اليمين عند النادي الاهلي. خالد بيلعب في نادي سموحه وهو حاليا بيلعب في مركز الباك اليمين، هو لاعب جيد جدا في المركز ده، ولكن لحد اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي مفيش اخبار رسميه تدل ان النادي الاهلي تعاقد مع خالد عبد الفتاح. في كلام ما بين النادي الاهلي والنادي سموحه على خالد عبد الفتاح، لكن مفيش اخبار رسميه تؤكد ان الاهلي تعاقد معاه بشكل رسمي. نتكلم في موضوع دانيال اوفري. دانيال اوفري النهارده لعب مع منتخب غانا المحليين وسجل هدف من ركله الجزاء. مفيش اخبار رسميه اكدت ان الاهلي تعاقد معاه، لكن اللعيب في يناير هيكون فري. وانا طبعا عملت فيديو امبارح عن اهدافه ومهاراته، هتلاقي الفيديو ظاهر في علامه الاي او موجود على الصفحه. هو حاليا موجود في مصر، لكن مفيش اخبار رسميه بتدل ان الاهلي تعاقد معاه. وكولر النهارده طبعا شاهدوا في المباراه. ودي كده كل اخبار دانيال اوفري. نتكلم بقى كده في اخبار اللعيبه المصابين. اكرم توفيق طبعا عمل العمليه امبارح والحمد لله نجحت، ان شاء الله ترجع في اسرع وقت. وايضا مصطفى شوبير جاله قطع في الغضروف ودي مده غابه من 4 ل6 اسابيع. والف سلام عليك يا مصطفى وان شاء الله ترجع في اسرع وقت. والاهلي النهارده بدا تدريباته استعدادا لمباراه بيراميدز يوم الاثنين القادم الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره. والمباراه هتكون على ملعب القاهره الدولي ويسمح بدخول الجماهير بكل ادوات التشجيع. تمام، دي كل اخبار النادي الاهلي. نخش بقى نتكلم كده عن اخبار نادي الزمالك. ورسميا عبد الله السعيد الى نادي الزمالك بعد مباراه الاهلي وبيراميدز يوم الاثنين القادم. اول صفقات الزمالك هي عبد الله السعيد، ورسميا اول الراحلين عن الزمالك في يناير وهو ابراهيم انداي. وفريرا بيطلب التعاقد مع لعيب اخر. زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده ان اللعيب ده هيرحل بشكل رسمي عن نادي الزمالك هو وسامسون. فريرا مش مقتنع بيهم بشكل نهائي. والنهارده برضه الزمالك بدأ تدريباته استعدادا لمباراة أسوان يوم الاثنين القادم الساعة 3 إلا ربع بتوقيت القاهرة، والمباراة هتقام على ملعب أسوان. دي طبعا كل أخبار نادي الزمالك. وحرس الحدود أعلن التعاقد مع أحمد علي صفقة انتقال حر، واللاعب هيبدأ يشارك مع الفريق من بكرة. دي كل أخبار الكرة المصرية. نخش بقى كده على الكرة العالمية ونبدأ بأول خبر معانا، وهو رسميا النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو بصفقة انتقال حر لمدة 2 وقيمة الصفقة 200 مليون و200 ألف دولار. ونادي جيريمو البرازيلي يتعاقد مع سواريز بصفقة انتقال حر. اتكلم كده في نتائج الدوري الانجليزي والنهارده راشفورد بيجيب 3 نقاط غاليين جدا فوز مانشستر يونايتد. والمباراة التانية كانت ما بين مانشستر سيتي وايفرتون وانتهت بالتعادل الايجابي لهدف لكل فريق. نقول كده نتيجة برشلونة امام اسبانيول وهي انتهت بالتعادل الايجابي لهدف لكل فريق. وبس كده دي كل اخبار الكرة العالمية والكرة المصرية. ومفيش بكرة مباريات في الدوري المصري، المباريات هتبدأ من يوم الاثنين القادم. وبس كده كنا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا، مع السلامة.